النقطة دي ممكن تكون مركز للدائرة زي كده. النقطة هنا اهي، احنا عارفين ان كل دائرة لها مركز، مركزها ممكن يكون نون او سين او صاد، اي نقطة بتكون في مركز الدائرة. والنقطة دي ممكن تكون بتوصل بين كل ضلعين، في يعني نقطة التقاء ضلعين في اي مربع او اي مستطيل او اي مثلث او اي مضلع ايا كان. يبقى النقطة لها اهمية، لها اهميات كتير جدا، فانا بس بوريك جزء منها. طيب ايه كمان؟ لو انا عندي مجموعة من النقاط زي دي، مجموعة من النقاط زي دي ووصلتها بخط كده، وصلت الخط ده، نشأ عندي هنا حاجة اسمها قطعة ايه؟ مستقيمة. الحاجة اللي نتجت دي اسمها قطعة مستقيمة. يعني قطعة مستقيمة يعني خط ماشي مستقيم كده، اسمها قطعة مستقيمة، وبتكون لها نقطة بداية اللي هي س، س مثلا او الف او نون، اي رمز يعني، ونقطة نهاية صاد. والقطعة المستقيمة دي كده اسمها س صاد. اسمها س ايه؟ صاد، لان نقطة بدايتها س ونهايتها صاد. وممكن اقول برضو اسمها صاد ايه؟ س، يعني مش هتفرق انا بدأت من س او من صاد، المهم ان انا اجيب الحرفين بتوعها واقول القطعة المستقيمة س صاد. ولو جيت اكتبها في الهندسة، بس قبل ما اعرفك هكتبها ازاي اقول لك تعريفها. القطعة المستقيمة هي مجموعة من النقط، مجموعة من الايه؟ من النقط محددة بنقطة بداية ونقطة نهاية، وممكن ان اقيس طولها. يعني ممكن اقيس دي مثلا اقول دي 4 سم. يبقى القطعة المستقيمة هي مجموعة من الايه؟ النقط محددة بنقطة بداية ونقطة نهاية، ويمكن قياس طولها، ممكن تكون 4 سم 5 سم 7 سم زي ما تكون. والقطعة المستقيمة علامتها ازاي بقى؟ انا طبعا قلت بقراها س صاد او صاد س، وبروح حتى العلامة فوقها علامة القطعة المستقيمة اللي هي ايه؟ شرطة كده. دي اسمها القطعة المستقيمة. خلاص عرفناها وعرفنا تعريفها. مجموعة من النقط محددة بنقطة بداية ونقطة نهاية، ويمكن قياس ايه؟ طولها. طيب لو انا جيت على القطعة المستقيمة دي ومديتها كده من ناحية، يعني دي قطعة مستقيمة عادية خالص اهي، محددة بنقطة بداية ونقطة نهاية اللي هي س وصاد. لو جيت عليها من هنا وشديت خط كده زي السهم، شديت خط كده زي السهم، ومعنى ان هو سهم ان هو ماشي مكمل، ماشي 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 في طريقه مش هيقف. اصبح نتج عندي حاجة اسمها ايه؟ شعاع. الشكل اللي نتج ده شعاع. ليه شعاع؟ لان هو له نقطة بداية بدأ عندها مثلا صاد، بس ملوش نقطة نهاية ثابتة او محددة انه مكمل ماشي طول ما في سهم، يبقى هو هيفضل يمشي مش هيقف. يبقى الشعاع هنا ممكن اقول عليه الشعاع صاد عين، بس ما اقدرش اقول الشعاع عين صاد. ليه؟ لان صاد هنا نقطة البداية هي، لكن عين مش شرط تكون هي نقطة النهاية، هو مكمل تاني. يعني انا بدأت من صاد، ما اقدرش اقول ان انا بدأت من عين، لكن هو مكمل ماشي بعد عين هنا عادي، فانا اقول صاد ايه؟ عين. لكن هو بدأ من صاد خلاص، هنا البداية بتاعته محددة، يبقى بدأ من صاد وانتهى بايه؟ بعين. يبقى القطع الشعاع ده اسمه ايه؟ صاد عين. ما اقدرش اقول عين صاد لان بادئ من صاد ولسه ماشي في عين مش هقف. طيب لو يعني ما ده معناه ان اي قطعة مستقيمة لو مديتها من طرف واحد بس بلا حدود بينتج حاجة اسمها ايه؟ شعاع. والشعاع هنا يسمى صاد عين. وشوف رمزه صاد تحت اللي هي البدء هنا كده زي القطعة المستقيمة، يعني ما فيش سهم ولا حاجة، وعين في الناحية اللي فيها سهم اللي هي لسه مكملة ماشي. يبقى الشعاع هنا يسمى صاد ايه؟ عين. والشعاع ده تعريفه بنقول هو عبارة عن ايه؟ قطعة مستقيمة. طب وبعدين؟ لكن ممتدة من احد طرفيها بلا ايه؟ حدود. يبقى الشعاع هو قطعة مستقيمة بس اتمدت من احد طرفيها بلا حدود، يعني مكملة براحتها خالص. يبقى الشعاع هو قطعة مستقيمة بس كل اللي احنا عملناه ان احنا مديناها من احد طرفيها بلا حدود. وطبعا نقطة بداية الشعاع غير نقطة ايه؟ نهايته، ملوش نهاية اساسا يعني. طيب لو انا جيت برضو على القطعة المستقيمة، انا كنت مديتها من ناحية عملت شعاع، لو جيت مديتها من الناحية التانية كمان، يعني اصبحت هتمشي من هنا بلا حدود ومن الناحية التانية بلا حدود. يعني القطعة المستقيمة س صاد دي مديت لها هنا سهم اهو، بقى اصبح ده ماشي مكمل هنا بلا حدود، والسهم التاني ده اصبحت ان القطعة المستقيمة ما بقتش قطعة مستقيمة، تمشي من هنا كمان بلا حدود، يعني ماشية من ناحيتين بلا حدود. ده اصبح حاجة اسمها ايه؟ اسمها خط مستقيم. يبقى اذا مدة القطعة المستقيمة من طرفها يعني الطرفين، الطرف ده والطرف ده، من كلا الطرفين يعني بلا حدود، بينتج حاجة اسمها خط مستقيم. خط مستقيم يعني ماشي يمين براحته وماشي شمال براحته، مش هيقف في مكان. يبقى هو الخط المستقيم هو ايه؟ هو برضو كان قطعة مستقيمة بس ممتدة منين بقى؟ من احد طرفها؟ لا، من جهتيها او من طرفها الاثنين يعني بلا ايه؟ حدود. يبقى الخط المستقيم هو عبارة عن قطعة مستقيمة ممتدة من جهتيها بلا ايه؟ حدود. طيب لو انا جبت شعاعين، احنا قلنا ان الشعاع ده شعاع س عين، ده ايه؟ شعاع بادئ من نقطة س ومنتهي عند عين، يعني مش منتهي عند عين، يعني مكمل ماشي عند عين، بس هو اسمه س عين. والشعاع التاني س واو.
نقطة بداية الشعاع س ع عند س، ونقطة بداية الشعاع س و عند ايه س برضو. فانا جبت الشعاعين ولزقتهم في بعض، جبت الشعاعين واتحدوا مع بعض عند النقطة هنا، النقطة س. عرفتوا بقى ان النقطة مهمة؟ ايوه مهمة. انا جبت الشعاع س ع والشعاع س و وخليتهم اتحدوا عند النقطة س. طب ايه المشكلة لما اتحدوا؟ لما اتحدوا عملوا لي حاجة اسمها زاوية، عملوا لي حاجة اسمها ايه؟ زاوية. يبقى لو انا جه اي شعاعين اتحدوا مع بعض في نقطة يعني، وكانت نقطة بدايتهم نقطة واحدة او لهم رأس واحدة يعني، بينتج حاجة اسمها زاوية. يبقى لو انا جبت شعاعين واتحدوا مع بعض وكانت لهم رأس واحدة بينتج زاوية، والزاوية دي انواع، هناخد انواع الزوايا. ايوه، لو انا الشعاعين فوق بعض كده، يعني في شعاع اسمر تحت اهو، والشعاع التاني اللي هو الفوشيا ده فوقيه، الشعاعين فوق بعض عملوا زاويه اسمها زاويه ايه؟ صفريه. يعني ايه زاويه صفريه؟ يعني لو انا جيت اقيسها بالمنقله، طبعا انا بحط النقطه بتاعه المنقله عند النقطه هنا اللي هي بدايه الشعاعين او اللي الشعاعين اتحدوا فيها، يعني هلاقي ان الخط عند صفر بالظبط. الخط عند ايه؟ الخط بتاع الشعاعين عند صفر، ودي اسمها زاويه صفريه، دي اسمها زاويه ايه؟ صفريه. لكن لو مثلا سهم احد الشعاعين بدأ يطلع بقى، هيطلع هنا مثلا 10، لو هنا بقى 20، لو هنا بقى 30، لو وصل كده بقى 40، كده بقى 50، كده بقى 60، وهكذا. يبقى دي اسمها زاويه صفريه اللي قياسها بيكون 0 درجة. طب الزاويه الصفريه لو الشعاع اللي كان فوق الاسمر ده لما طلع فوق شويه عمل لي حاجه اسمها زاويه ايه؟ حاده. اشمعنى حاده؟ لان الزاويه الحاده قلنا ايه هي؟ الزاويه الحاده بتكون اكبر من الصفر واقل من 90 درجه. لو انا قست دي هلاقيها تقريبا كده مثلا 25 درجه، فهي اكبر من الصفر واقل من ايه؟ من 90 درجه. يبقى طيب دي حاده برضو ليه؟ لان ما وصلتش ل 90. عشان توصل ل 90 بيكون السهم التاني واقف عمودي كده، هنا بيكون الشعاع اللي هو س و ده يكون واقف عمودي على الشعاع س ع، فدي برضو حاده برضو. ماشي، زاويه حاده يعني اكبر من الصفر واقل من 90. عشان تبقى 90 يبقى الشعاع اللي هو س و يجي لي هنا كده عمودي نازل زي مستقيم كده على س ع، عامل معاه حرف ايه؟ ال كده يعني. طيب حاده برضو، يبقى الزاويه الحاده قياسها اكبر من 0 درجه واقل من 90 درجه. الزاويه الحاده هي زاويه قياسها اكبر من 0 درجه، الصفر خلاص صفريه، اكبر من 0 بقت حاده. لو وصلت بقى ل 90 بقت زاويه ايه؟ قائمه. لو الزاويه وصلت ل 90 درجه بقت قائمه. بنعرف ازاي انها 90 درجه؟ طبعا بنقيس بالمنقله. لو جبنا المنقله هنلاقي ان الخط ده كده هنا كده في المنقله 90. وطبعا لما بنحط المنقله لازم النقطه بتاعه المنقله تبقى عند نقطه التقاء الايه؟ الشعاعين بتوع الزاويه. وبرده بنعرف الزاويه القائمه من حاجه تانية. لما تيجي تحط هنا مربع بتلاقيه نازل عادي اهو، منطبق على يعني نازل مظبوط كده مع الشعاعين. يعني مثلا دي زاويه قائمه اهي. لو انا جبت مربع زي ده كده وجبته هنا، حبيت اجيبه هنا، هتلاقيه ايه؟ نازل مظبوط عادي خالص. ضلع المربع مع الشعاع اللي هو رأسي ده، وضلع مربع تاني مع الشعاع الافقي ده. يعني اضلاع المربع عادي جايه خالص مع الشعاع الرأسي والشعاع الافقي، فده معناه ان هم متعامدين على بعض. يعني ايه متعامدين؟ الشعاع ده نازل عمودي على ده، يعني عاملين مع بعض زاويه قائمه قياسها 90 درجه. طيب الزاويه القائمه قلنا قياسها ايه؟ 90 درجه. الزاويه القائمه دي علامه الدرجه اللي هي الخمسه الصغيره وبتكون فوق الرقم. يبقى الزاويه القائمه هي قياسها 90 درجه. بعرف الزاويه القائمه منين؟ لو انا جيت لقينا بنكون علامه المربع ده كده، حتى هتلاقيها لو مرسومه لك في اي حاجه بيبقى علامه المربع دي، فبتعرف ان دي زاويه ايه؟ قائمه. والزاويه القائمه قياسها 90 درجه. طب ايه؟ احنا خدنا دلوقتي كذا زاويه، خدنا الزاويه الصفريه والزاويه الحاده وخدنا الزاويه القائمه. يعني خدنا 3 انواع من الزوايا دلوقتي. الزاويه الصفريه اللي قلنا قياسها 0 درجه، والزاويه الحاده دي واسعه شويه اكبر من 0 واقل من 90. يعني ممكن تكون 5 درجه، 10 درجه، 20، 30، 70، 80، 85، 89، 89 ونص. كل ده طالما ما وصلتش 90 درجه هي زاويه حاده. لكن القائمه هي 90 درجه بس، ما فيش 90 وحته، لا 90 الا حته، لا هي خلاص القائمه 90 والصفريه 0. دول خلاص ما فيهمش مشاكل. الحاده بقى اكبر من ايه؟ من 0 واقل من 90. طيب والزاويه القائمه قلنا ايه؟ 90. طيب بعد كده لو الزاويه القائمه كانت طبعا الشعاع كان كده، لو جينا مديناه لورا شويه، رجعناه ورا كده كانك بتسند على ورا شويه، بقت زاويه منفرجه، انفرجت، اتفتحت شويه. زاويه منفرجه يعني اكبر من 90 واقل من 180. الزاويه المنفرجه زي الحاده.
لها رينج معين ماشيه فيه، يعني مساحه كده ماشيه فيها ما بين اكبر من 90 واقل من 180، يعني مش درجه محدده، يعني ده اللي اقصده. يبقى الزاويه المنفرجه اكبر من 90 واقل من 180، يعني 95 100 منفرجه، 110 منفرجه، 120 منفرجه، 130 منفرجه، وهكذا. 179 منفرجه برضو، 179 ونص منفرجه برضو. وصلت بقى 180، لو هي وصلت 180، هي الوقت قلنا المنفرجه اكبر من 90 واقل من 180. طب لو وصلت 180 مديناها كده بقت عامله ازاي؟ هي كده خط مستقيم بالظبط، اصبحت اسمها زاويه ايه؟ مستقيمه. الزاويه المستقيمه بيكون ضلع الشعاعين على استقامه واحده، بيكون الشعاعين على استقامه ايه؟ واحده. الشعاع ب ا والشعاع ب ج على نفس الاستقامه، وبالتالي بيعملوا لي نص دايره فوق اهي، ونص الدايره دي اللي هي بتكون منقله كلها بيكون 180 درجه. نص الدايره اللي فوق دي المنقله كامله، بتبقى بادئه من صفر كده ومنتهيه عند ال 180 درجه. يبقى الزاويه المستقيمه قياسها كام؟ 180 درجه. الزاويه المستقيمه قياسها 180 درجه. يبقى انا عندي دلوقتي الصفريه صفر، القائمه 90، المستقيمه 180، لان هي مستقيمه لان الشعاعين بيقعوا على استقامه واحده او بشكل خط مستقيم، فقياسهم 180 درجه، بياخدوا المنقله كامله. طيب برضو دي زاويه ايه؟ مستقيمه، هي 180 درجه. تلاقي الشعاعين على نفس الاستقامه، الشعاعين على نفس الاستقامه. حتى لو انا جبت المنقله اهي هلاقي بادئ من ايه؟ المفروض ان انا بنزل النقطه دي، بتنزل هنا كده ونقيس بقى، يعني دي بتنزل هنا وهنقيس، هتلاقي صفر لحد 180 درجه. طب دي ايه دي؟ الزاويه اللي فوق دي زاويه منفرجه. ليه؟ لان هي اكبر من 90. ال90 بتبقى واضحه كده، يعني عامله زي حرف ال. دي راجعه لورا شويه، الشعاع ده يعني راجع لورا شويه، فدي كده. لكن في زاويه الحاده دي طبعا ايه؟ قلنا قصدي منفرجه، معلش. الزاويه اللي فوق دي منفرجه. قلنا ايه؟ اكبر من 90 واقل من 180. طيب الزاويه اللي تحت دي اكبر من نص دايره، صح؟ احنا قلنا لما بيكون زاويه مستقيمه بتكون واخده شكل نص دايره كده، فبتبقى 180 درجه. دي اكبر من نص الدايره، بتلاقيها اكبر من 180 واقل من 360، لان الدايره كلها على بعضها بتبقى 360 درجه. فانا عندي زاويه فوق منفرجه اقل من 180، واللي تحت اكبر من 180، لان الدايره كامله على بعضها بتعمل لي ايه؟ 360 درجه. ايه الزاويه اللي اكبر من 180 واقل من 360؟ حاجه اسمها الزاويه المنعكسه. يعني مثلا دي ممكن نقول عليها كاف المنعكسه، وفوق زاويه كاف العاديه وتحت كاف المنعكسه، يبقى فوق زاويه كاف وتحت كاف المنعكسه. اللي فوق دي منفرجه واللي تحت دي منعكسه. طب لو انا كنت دي كانت كده، المنفرجه دي لو كانت واخده كده من هنا لهنا كده، كانت هتبقى فوق كده 180 درجه، لكن هي لا، مش واخده دي، فهنا اصبح ان الجزء التحتاني ده اكبر من 180 درجه. يبقى الزاويه المنعكسه قياسها اكبر من 180 درجه واقل من 360 درجه. الزاويه المنعكسه زاويه قياسها اكبر من 180 درجه واقل من 360 درجه. طيب احنا اصلا عارفين ان الدايره كامله على بعضها كام؟ 360 درجه. فانا عندي اي دايره بتبقى 360 درجه، لو هي مقسومه بقى لزاويتين، زاويه فوق اهي دي منفرجه، والزاويه اللي تحت دي اسمها منعكسه. اسمها ايه؟ منعكسه. ليه؟ لانها اكبر من 180. كانت تبقى 180 امتى؟ لو هي نص الدايره مثلا، نص الدائره كامله، فاللي تحت دي منعكسه. يبقى الدائره كلها على بعضها قلنا كام؟ 360 درجه. وكل زاويه، يعني الزاويه اللي فوق دي والزاويه المنعكسه بتاعتها اللي تحت دي بيكون مجموعهم كام؟ 360 درجه، لانهم دايره كامله. اصلا المنقله لو حطيتها فوق وجيت جبتها تحت كمان، هيبقى فوق وتحت يعملوا مع بعض دايره كامله. يعني المنقله فوق نص دايره، والمنقله لو هي تحت كمان نص دايره، يعملوا مع بعض 360 درجه. 180 و180 درجه يبقوا 360 درجه. يبقى كل زاويه زي الزاويه المنعكسه مجموعهم 360 درجه. لو قال لي ايه؟ اذا كانت قياس زاويه س ده اهي ب 100 درجه، عايز قياس زاويه س المنعكسه اللي هي تحت دي هتبقى كام؟ احنا قلنا مجموعهم الاثنين 360، مجموعهم الاثنين 360. يبقى س المنعكسه هتبقى ال 360 كلهم ناقص ال 100 اللي هم بتوع س دول. س المنعكسه هتبقى 360 ناقص 100 هتديني 260 درجه. طيب وحدات قياس الزاويه، بقيس الزاويه بايه؟ من ساعتها انتوا سامعين اقول درجه، 90 درجه، 70 درجه، 80 درجه. يبقى انا بقيس الزاويه بحاجه اسمها الدرجه، بقيس الزاويه بالدرجه. والدرجه دي عامله زي الخمسه كده، وكل واحد درجه بتساوي 60 دقيقه. كل واحد درجه بتساوي 60 دقيقه. دي واحد ودي درجه اهي، يعني دي نقول عليها 1 درجه كده رياضيا بقى من غير كتابه كتير، بتساوي 60 دقيقه. دقيقه بقى علامتها مين؟ الشرطه دي. يبقى الدرجه علامتها الخمسه الصغيره دي،
والدقيقة علامتها الشرطة دي، يبقى كل 1 درجة بتساوي 60 ايه دقيقة، والواحد دقيقة بتساوي ايه 60 ثانية. طب الواحد دقيقة هيرمز لها بايه 1 وفوقها شرطة واحدة تساوي 60 ثانية شرطتين، يبقى الدقيقة رمزها شرطة والثانية رمزها شرطتين. يبقى انا وحدات قياس الزاوية بقيسها بايه بالدرجة، والدرجة دي كل درجة فيها كام 60 دقيقة، يعني الزاوية اللي هي 10 درجات كل درجة منها فيها 60، يبقى هي 10 في 60 يبقى نقول عليها 600 دقيقة ماشي. واحد دقيقة كل دقيقة فيها 60 ايه ثانية، احنا عارفين كده، ما هي اصلا الدايرة دي زي الساعة كده، 1 دقيقة بتساوي 60 ثانية، 1 وفوق شرطة واحدة دي اسمها دقيقة، والثانية شرطتين يبقى 60 ايه ثانية. ناخد بقى شوية يعني المثال الأكمل ده عشان نشوف احنا فهمنا شوية المفاهيم اللي فاتت دي ولا لأ. بيقول لي اهو أول حاجة ما شاء الله عندي شوية أسئلة اهي. بيقول لي الزاوية التي اللي هي 85 درجة زاوية ايه؟ احنا قلنا ايه الزاوية اللي هي أقل من 90 وأكبر من الصفر اسمها زاوية ايه اللي أقل من 90؟ مش هي ما وصلتش ال 90؟ أيوه زاوية أقل من 90 وأكبر من صفر زاوية ايه؟ حادة. تمام. طب الزاوية التي قياسها 150 درجة بتكون زاوية ايه؟ زاوية أكبر من 90. زاوية ايه الأكبر من 90؟ احنا لما رجعنا السهم لورا شوية بعد ما كانت قائمة أصبحت زاوية ايه منفرجة، بس وصلت ال 180 لأ، طالما أكبر من 90 وأقل من 180 يبقى زاوية منفرجة، يبقى الزاوية التي قياسها 150 درجة بتكون زاوية منفرجة. الزاوية اللي قياسها 270 درجة تكون ايه الزاوية الكبيرة دي؟ أيوة كبيرة عن 180، تبقى ايه بقى الأكبر من 180 دي؟ الأكبر من 180 وأقل من 360 اسمها زاوية منعكسة، يبقى الزاوية التي قياسها 270 تكون زاوية ايه منعكسة. طب الزاوية اللي قياسها 179 درجة و60 دقيقة ما وصلتش 180 تبقى زاوية منفرجة؟ لا، ما انت هتهمل الدقايق ولا ايه؟ 60 دقيقة دول يعني بكام؟ 60 دقيقة بدرجة. طب ما جابهاش هنا ليه؟ هو بيلخبط فيك كده عادي. ال 60 دقيقة بدرجة، الدرجة لما احطها على 179 هتبقى ايه 180. يعني ال 179 درجة و60 دقيقة دول يقصد بهم 180 درجة. ايوه، يبقى الزاوية التي قياسها 179 درجة و60 دقيقة هي زاوية ايه مستقيمة، لان 179 درجة و60 دقيقة دول يعني 180 درجة، يبقى هي زاوية مستقيمة بتكون واخدة شكل الخط المستقيم كده. طب الزاوية التي قياسها 89 درجة و55 دقيقة يعني دي 55 دقيقة يعني درجة؟ لا، 55 دقيقة مش درجة، قلنا الدرجة فيها كام 60 دقيقة، يعني 55 دقيقة دي ما هيش درجة. ايوه، يعني انا ما اقدرش اقول ان دول درجه واحطهم على 89 يبقوا 90، لا، ما وصل ال 55 دول ما وصلتش لل 60، يبقى هنا 89 وشويه، 90 اللي هفوه ما وصلتش ال 90 تبقى هي زاويه حاده، ما وصلتش 90 تبقى حاده مش قائم. بكده اكون خلصت الجزء الاولاني من الدرس اللي هو شويه مفاهيم كده هندسيه، وباذن الله المره الجايه هناخد العلاقات بين الزوايا. اتمنى يكون ربنا وفقنا وقدرت اوصل لكم المعلومه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.